السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. يوم جديد وفيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم غنقترح عليكم رغيفه اولا مسمنه هكا في الفران اللي كتجي اكثر من رائعه بالكفته والبصله. كتجي البنات لذيذه بزاف. دابا غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه، وكنعتذر منكم على هذا الغياب ديال اسبوع ما حطيتش اخواتاتي، كان عندي شي حاجه داكشي علاش ما بقيتش حطيت معكم. دابا غادي ندوزو اخواتاتي للمقادير وطريقه التحضير باش تشوفوا هذا الرغيفه هذه اللي كتجي اكثر من رائعه البنات. بسم الله على بركه الله. دابا غادي ندوزو باش نحضروا العجين. هو اول حاجه باش يرتاح لينا عاد باش غادي ندوزو نحضروا الحشوه. هنايا البنات عندي زلافه كبيره ديال دقيق بيض اللي خاص بالحلويات، يعني نوعيه اللي هي مزيانه. وعندي نص زلافه ديال الفينو اولا السميد ناعم جدا، يعني الدقيق بيض كيكون اكثر من الفينو البنات. كما قلت لكم عندي زلافه ديال دقيق بيض ونص زلافه ديال الفينو. غادي ندير معاها هنايا شويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي ندير هنايا قياس واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الخبز. انا حيت عندي هنايا معلقه كبيره انا عبرت هنايا درت نص معلقه. وعندي هنايا معلقه ديال السكر سنيده. عندي واحد الساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام كتعطينا تقرميشه لهاد الرغيفه هذه اللي غنستعملو. وعندي هنايا رشيشه ديال الخل البنات، ضروري الخل كيخلي لينا المخبوزات ديالنا كيجيو طريين ومقرمشين في نفس الوقت. غادي نعجنها بالماء دافي ونرجع معكم. هانتوما البنات هنايا العجينه ديالي من بعد ما تعجنات غادي نخليها دابا ترتاح. هانتوما شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. خليتها شويه هكا خفيفه، ما خليتهاش قاصحه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نخلي هاد العجينه هذه ديالي ترتاح وغادي ندوز نطيب الحشوه. على ما ترخف ليا العجينه نكون انا طيبت الحشوه عاد ندوز نديرو كويرات من العجين. خديت هنايا واحد المقله البنات غندير فيها شويه ديال الزيت البلديه وغادي ندير مليحه. وهنايا البنات عندي بصله اللي مشلضه رقيقه كيف ما كتشوفوا. انا خديت هنايا بصله بيضه كبيره غنخليها تشحر عاد باش غادي نزيد عليها الكفته. هانتوما البنات هنايا من بعد ما تشحرات ليا البصله غادي نزيد هنايا الكفته البنات، كفته ديال البقري. هنايا قلبت الكاميرا باش نخدم على راحتي. غندير نكمل ديك الكفته بحال هكا. بالنسبه للتوابل عندي هنايا الفلفله غبره فيني، عندي القزبر حبوب، عندي الابزار، عندي شويه ديال الكمون. بالنسبه للفلفله حمراء او البابريكا او القزبر حبوب معلقه صغيره، والابزار والكمون نص معلقه صغيره. غادي نزيد هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الربيع اللي مطحون مع الثومه والزيت البلديه. غنزيد هنايا الحار اللي ما تيبغيش الحار ما يديروش. هاد الحاره انا عندي ما حراش بزاف ولكن بنينه، ماشي بالضروره انكم ديروا الكفته ديال البقري
عفوا راها كتجي حتى بالكفته ديال الدجاج، كتجي حتى هي زوينه بزاف، اولا بالطون. حتى بالطونه البنات راه كتجي خطيره. المره الجايه ان شاء الله باذن الله غادي نحضرها معكم هكا بالطون. انا راه غبرت هاد السيمانه والله العظيم البنات الا توحشت هكا التصوير وتوحشت نهضر معاكم، ولكن الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد ولك الشكر. غنخلي هاد الكفته ديالي حتى تشحر مزيان صافي. وانتوما معايا خواتاتي صافي، هي الحشوه ديالي واجده البنات. شوفوا كيفاش جات معلكه ما شاء الله. دابا غادي نطفي عليها وغادي نزيدها هكا واحد شويه ديال الفرماج حتى تبرد ليا واحد شويه باش ما يذوبش ليا الفرماج. هنايا البنات العجينه ديالي انا قطعتها هكا على 8 ديال القطع. خديت هنايا شويه ديال الدقيق بيض وشويه ديال الفينو، درت معاهم واحد الخماره هكا ديال الحلوه. هنا شويه ديال الزيت، غنزيد عليه شويه ديال الزبده اللي ذوبتها. صافي وغادي نبدا نطلق العجينه. بسم الله على بركه الله. العجينه تبارك الله ما شاء الله، هانتوما كتشوفوا فيها مطلوقه. هكا من بعد ما طلقت البنات العجينه مزيان غناخذ هكا شويه ديال الدقيق، ناخذ زبيده الزيت صافي، وندوز باش ندير هكا الحشوه، نوزعها هكا على العجينه كامله. دابا غادي نجمع ليها هكا الجناب ديالها بحال غديروا رغيفه عاديه البنات. نخليها على جنب ونطلق واحده اخرى. هذه حتى هي درت ليها بنفس الطريقه ديال الاولى. غناخذ دابا هذيك اللي عمرنا في الاول وغنديرها في قلب من هذه صافي، وغادا نعاود ندلويها هكا. ما نكثروش فيهم البنات الزبده بزاف والزيت هكا. غادي ندير الثالثه. ديما البنات دابا هذا الوجه ديالها، يعني حنايا هنايا هانتوما باش نفسر لكم مزيان. هاد العجينه هذه يعني الزياده اللي كنطنيوها بحال هكا ديما كنديروها لداخل، شفتوا هكا باش تجي كلها ما يجيش عجينه على عجينه على عجينه وتجينا مدقصه. شفتوا غادي نوريكم يعني في المره الثانيه. هانتوما دابا هذه ملي غادا نبغي نورقها المره الثانيه ما غاديش نعاود نطوي عاوتاني على هاد الطويه هذه اللي درت، لا نقلب هذه من التحت وندير طويه واحده اخرى باش تجيني الرغيفه ديالي كلها البنات كتجي مورقه. هانتوما البنات باش نفسر لكم اكثر، دابا هاد التنيه هذه اللي درنا حنا هنا ما غاديش نجيو نديروها هكا من الفوق، لا غنقلبوها هكا نديروها هي ديما ديك التنيه كتجي هي التحتانيه. هانتوما بحال هكا شفتوا. انا غنستمر حتى نكمل الرغيفات كاملين اللي عندي، وغادا نخلي جوج بقاو ليا دابا جوج غادا نديرهم يعني حتى هما عامرين هكا، وغادا ندير وحده فوق وحده. وهادو اللي بقاو ليا غادا نخليهم، غادا نوريكم شنو غندير بهم في الاخر. اخر وحده كما كتشوفوا البنات كتجي كلها مورقه. غنخلي هذه هكا على جنب. هادو اللي بقاو ليا غادا هما باش غادي نغلف الرغيفه ديالي باش ما تبقاش باينه ليا الحشوه ديالها،
باش ملي ندخلها للفران ما تخرجش ليا ديك الحشوه ديالها، اولا ملي كنكون نقرص فيها تخرج ليا الحشوه. هادو هما اللي غادا نلمط بهم في الاخر. نتوما البنات هنا من بعد ما طلقت العجينه غندير هكا شويه ديال الدقيق، الزبيده هكا صافي. غناخذ هذيك الرغيفه ديالي ونحاول نلمطها هكا باش فهمتوني دابا البنات، باش الرغيفه ديالي ما تجيش باينه فيها ديك العماره تحرق ليا في الفران. شفتوا هكا صافي. غنزيدها دابا ورقه واحده اخرى، يعني عجينه واحده اخرى. هاد جوج كويرات اللي كيبقاو لينا في الاخر دائما ما كنديروش فيهم هكا الحشوه، هما اللي كنلمطوا بهم في الاخر الرغيفه ديالنا. انا البنات راه الحشوه راني زدت فيها الفرماج غير ما شاركتوش معاكم، يعني كيحسب لي واش التليفون كيصور هو راه ما تيصور والو. المهم راني زدت شويه ديال الفرماج احمر درتو هكا ملي الحشوه ديالي بردات. صافي غادا نطلق هاد العجينه هادي حتى هي صافي، وغادا نلمط الرغيفه ديالي وغنخليها حتى ترخف عاد باش ندوزو نقرصوها. بسم الله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني البنات. هاد الرغيفه هادي راه كتجي خطيره البنات، كتجي لذيذه بزاف. الا بغيتو ديروا فيها الزعتر زيدوها الزعتر حتى هو راه تيجي فيها زوين. هانتوما البنات غنخليها دابا حتى ترخف وعاد باش ندوز نقرصها. هنايا البنات خديت واحد الطاوه اللي دهنتها هكا بشويه ديال الزيت صافي، وغادا نهز هذيك الرغيفه ديالي وغادا نحطها هكا في الوسط. هانتوما البنات هنا من بعد ما طلقتها هكا على قد الطاوه. هانتوما البنات بغيتو تخليوها بحال هكا وتدخلوها للفران لكم الاختيار، بغيتو دهنوها هكا بزبيده ولا دهنوها هكا بالحليب ولا بشي حاجه. انا كنفضل كندهنها هكا بالصوص ديال البرغر، كتجي خطيره البنات. هكا الوجه ديالها كيجي محمر وفيه واحد التقرميشه ما نقول لكمش البنات كيفاش كتجي. هانتوما غادي تشوفوا معايا كلشي. غنحاول هكا ندهن ليها الوجه ديالها مزيان صافي، وغندخلها للفران. الفران راه مشعول البنات راه سخون. غادا نشعل الفران هكا كما قلت لكم، غادا نخلي الفران هكا على درجه حراره 200. غنطيب هاد الرغيفه ونتلاقى معكم البنات. الرغيفه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران شوفوا ما شاء الله كيفاش جات. هانتوما البنات راه باقا سخونه بحال خرجتها من الفران. غنخليها تبرد شويه ونقطعها معكم باش نشوفوها كيفاش جات في هذيك الحشوه هكا من الداخل. ولكن شوفوا البنات على تحميره جات فيها، جات غزاله يا البنات. شفتوا خليها كما قلت لكم حتى تبرد وندوزو باش نقطعوها. دابا البنات غادي ندوزو هكا باش نقطعوا الرغيفه. بسم الله. انا خديت هكا هاد القطعه هذه ديال البيتزا هي اللي غادا تقطعها ليا هكا مزيان. عرفتي واحد الريحه يا البنات طالعه منها راه ما نقول لكمش. شوفوا البنات هانتوما شفتوا كيفاش كتجي مورقه. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي هاد الرغيفه هذه كتجي مورقه ومقرمشه ما تشبعوش منها يا البنات. خواتاتي هنا كيسالي الفيديو ديالي كنقول لكم خليت لكم راحه الله. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك وواحد الكومونتير واشتراك عندي في القناه وبارطاجيو القناه اخواتاتي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. خليت لكم راحه الله، مع السلامه.